قلب برشلونة الطاولة على ضيفه ريال سوسيداد، وفاز عليه 3-1 مساء الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني. بهذا الانتصار ارتفع رصيد برشلونة إلى 19 نقطة، وتقدم إلى صدارة الدوري، مستغلا تعثر ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-5، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 5 نقاط في المركز السابع عشر. أحداث المباراة بدأت على ملعب لويس كومبانيس بهدف مبكر للضيوف في الدقيقة 31 عن طريق ألفارو أودريوزولا بعد تمريرة حاسمة من بارينيتشيا، واستطاع برشلونة إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول برأسية رائعة من جول كوندي في الدقيقة 43 ليعود الفريق إلى أجواء المباراة. ومع بداية الشوط الثاني شهد هجوم برشلونة انتعاشا كبيرا بدخول لامين جمال الذي صنع هدف التقدم للنجم روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 59، مؤمنا النقاط الثلاث للفريق الكتالوني. برشلونة يواصل سلسلة انتصاراته ويؤكد نفسه كأحد أبرز المرشحين للقب هذا الموسم، بينما يبقى ريال سوسيداد في حاجة ماسة للعودة إلى نتائج أفضل للحفاظ على موقعه في الدوري.